أهلا بكم في حلقة تانية من بودكاست ظبط وكلمني. معكم الهوست ماكسز والكوهوست دوحة. النهاردة هنتكلم عن الحنين للماضي. طبعا الناس لما بتوصل لسن معين بيكونوا مستنيين يموتوا فيها، بيجي لهم بقى حنين للماضي اللي هو، طبعا انا بتريق، مش حاجة اسمها سن اللي هو مستنيين يموتوا فيه. يعني ممكن الحنين للماضي ده يبتدي وانت عندك وانت في العشرينات، ممكن يبتدي وانت عندك 50 سنة. حنين الماضي ده بيبقى نتيجة إن الواقع اللي أنت عايش فيه دلوقتي ده ما بقاش حلو زي الأول. الماضي بتاعك فيه حاجات كتيرة أنت عملتها أكتر من الحاضر بتاعك. قاعد بتعمل ايه في الحاضر بتاعك دلوقتي اصلا؟ يعني قاعد على الموبايل بتسكرول على الريلز والتيك توك، يعني اكيد هنحن للماضي. هو ممكن تكون انت برضو بتشتغل، ممكن تكون بتعمل فلوس كتير، بس برضو انت بتحن برضو الفترة انت ما كنتش شايل فيها اهم حاجة خالص، يعني زي مثلا الفترة اللي كنت فيها عندك اقل من 18 سنة او اقل من 16، ما كنتش شايل هم حاجة وكده يعني. اه يعني ده سبب فعلا من ضمن الاسباب ان انت ما كنتش الاول شايل هم حاجه وكده. وبرضه يعني في بحث علمي عملوه، لقوا ان انت يعني لما تكون لسه اول مره وعيت فيها على الدنيا بتبقى قدامك حاجات كتيره تستكشفها. يعني اول مره تشرب كنز بيبسي، اول مره تلمس الرمل، اول مره تنزل البحر، الحاجات دي كلها كان بيتنشط ذهنك منك أول مرة تشوفها. وبتحس كده إن الوقت بطيء كمان، يعني تحس إن اليوم طويل، يعني تحس أنت بتعمل فيه مليون حاجة. لكن عكس دلوقتي الأيام، الشهور كمان، السنين بتلاقيها بتعدي في ثانية. ليه بتعدي في ثانية؟ عشان مفيش حاجة بتستيميوليت دماغك، بتحفز دماغك. يعني كفاية ان انت تحس ان الوقت بخير وكده. فده اللي انا اقصده، اللي هو ده ممكن السبب اللي بيخلي الناس تحن للماضي، لأن الماضي كان فيه حاجات كتيرة جديدة ممكن تستكشفها. أنت شايف إيه الحاجة اللي أنت لسه ما استكشفتهاش لحد دلوقتي، ما جربتهاش؟ كنت عارف إن أنت هتقول كده والله. انا عايز ازور هولندا مثلا، اعيش يعني شوية في الريف الهولندي شوية. اللي عايز أثبته إن أنت الحاجات اللي أنت ما جربتهاش قليلة قليلة فعلا، لأن أنت أغلب الحاجات يعتبر جربتها خلاص. مش عارف يعني، حاسس ان في حاجات كتير احنا لسه ما جربناهاش عشان مش معانا فلوس مثلا، ممكن. هو دوحة بيقول لي إن أنا شخص يعتبر مش عايش، فقال لي كده ليه؟ يعني عشان أنا ما عنديش فكرة عن الدنيا قوي في حاجات كثيرة. يعني أسماء حاجات، مصطلحات، كلام زي ده، حاجات يعني موجودة في الشارع، الناس اللي بينزلوا كتير يعرفينها، أنا مش عارفهم وكده. بس أنا شايف إن أنا يعني يعتبر جربت أغلب الدنيا، وممكن ده بيحسس الواحد بملل، إن هو مفيش حاجة جديدة يعملها لأنه جرب أغلب الحاجات. يعني يعني انت عايز تقولي ان انت زرت العالم كله، مثلا رحت اوروبا، رحت اسيا، ما اتحركتش من بره المربع اللي انت عايش فيه ده؟ دي نقطة، يعني دي فعلا أول حاجة. إن الواحد يزور أماكن مختلفة في العالم، يعني حلو جدا. يعني أنا متفق معاك إن فعلا دي حاجة جديدة الواحد ما جربهاش. إيه تاني بجانب موضوع إن أنت تزور العالم؟ يعني افترض إن أنت شخص دخله ما يسمحلوش إن هو يسافر، إيه الحاجات الجديدة التانية اللي ممكن يجربها؟ ان هو ياكل مثلا اكله ما كلاش قبل كده. بس الفكرة ان هو يعني ما اكلش اكل قبل كده، يعني ماشي انا متفق معاك. يعني بالذات لو رحت اليابان عندهم اكلات حرفيا انت عمرك ما شفتها في حياتك. يعني اللي هو الجهاز بتاعهم اللي هو الفندن ماشين ده، اللي هو بتحط فيه فلوس ويدوك مشروب. هناك بيعملوا مشروبات حقيقة أنا عمري ما شفتها في حياتي. يعني مرة يحطوا لك عصير جزر معلب، معرفش انستنت نودلز، يدوها لك برضو من الجهاز، حاجات كده انت واحد عمره ما جربها. بس برضو ده ايه،
يعني يتطلب ان انت تسافر عشان تجرب الاكل اللي انت ما جربتوش قبل كده ده. يعني خلينا نقول مثلا انت قاعد في بيتك في بلدك، ايه الحاجات اللي ممكن تجربها في بلدك من غير ما تضطر تسافر؟ يعني عادي تجرب بقى، يعني مثلا اليانسون ممكن يتحط عليه ليمون، دي حاجة أنا ما كنتش بعملها قبل كده. الأكل مثلا ممكن تشيل حاجة وتحط مكانها حاجة، تبدل، فاهم، تغير، تقول طب أنا لو جيت عملت كذا الطعم ممكن يختلف إزاي. أكل مثلا أنت جربتها مرة، طب ما تجربها تاني. أنا مش شايف إن الحياة في منتهى الملل، يعني أنا شايف أنا عندي 25 سنة دلوقتي، يمكن أمل سنين عمري كانت في أول، يعني قول مثلا في 18 سنة من عمري كانوا هما اللي دول بيعدوا ببطء يعني. ممكن عشان مثلا كنت شغال في دراسة انت ما كنتش عايزها. بالظبط. وكنت بشوف ناس أنا مش بحبها، كنت بتخانق معاهم، كان في بينا خناقات ومشاكل. دي مثلا ايه، يعني سنين انا مش عايزها ترجع لي تاني، يعني من اول 2017 او 2016 حياتي ابتدت يعني، فانا مش حاسس بايها ملل يعني. هي فكرة إن هنخش على الموضوع ده بعدين، بس يعني اللي أقصده إن دي نقطة مهمة دوح على اللي هو إيه، لما أنت تكون عايش حياة أنت مش عاجباك أصلا بتلاقي الوقت بيعدي ببطء فيها، ولما تكون أنت عايش حياة سعيدة بتلاقي الوقت بيعدي بسرعة جدا. لما أنت تكون قاعد مع ناس بتكلمهم ومتسلي معاهم بتلاقي فجأة الساعات بتعدي في ثواني، لكن لما تكون أنت عايش حياة مش حلوة بتلاقي الدقايق بتعدي في ساعات. ففعلا نظرة البني آدم بتتغير لما حسب الظروف اللي هو موجود فيها. فالفكرة يعني نرجع تاني للموضوع برضو اللي هو الحاجات الجديدة اللي ممكن الواحد يجربها في الدنيا. يعني أنا شايف إن الموبايل مثلا والأجهزة عموما بتخلي الحياة مملة، كأنك أنت ماسك حتة جهاز وعمال تعمل نفس الحاجات عليه، سواء تسكرول تيك توك او تتفرج على حاجات. يعني انا شايف ان الخروج من بيت، تخرج من بيتك تتمشى تقعد في جنينة تقابل ناس في ارض الواقع مش مجرد تكلمهم اونلاين وكده، هي دي الحاجات اللي فعلا ممكن تحسسك ان في حاجات جديدة لسه موجودة في الدنيا ممكن تجربها. فختاما عن الموضوع بتاع اللي هو الحاجات الجديدة، تعالى نتكلم بقى عن الماضي. يعني يعني انت تعتبر الماضي بتاعك بداية من سنة كام مثلا؟ يعني الماضي اللي انت بتحن له. انا بحب قوي من قول مثلا من اول 2017 كده، تمام، يعني لما اغاني معينه بتشتغل، يعني مثلا، يعني انا بالنسبه لي انا وناس كتير، يعني لما بنسمع اغنيه معينه او لما بنشوف فيلم معين في كده ذكريات بترجع لنا، زي مثلا لما ايه يحصل مع الاهالي، مثلا لما يجوا يسمعوا اغنيه لام كلثوم يقول لك ياه 1900 مش عارف كام و70 لما مش عارف حصل كذا وكذا وكذا، ويرجع بقى ويحكي لك بقى عن الماضي الجميل بتاعه. انا نفس الكلام ده، بس عشان النت بقى بيسرع الحياة اكتر وبقى في احداث بتحصل اكتر، واغاني بتنزل اكتر، يعني بقيت اقول مثلا ايه لما اسمع اغنية سنة جديدة مثلا اقول ياه، مع ان 2017 ده من 7 8 سنين بس، فاهم، مش من فترة طويلة، يعني مش من 50 سنة، فاهمني، بس بتحس ان في احداث كتيرة حصلت في ال7 8 سنين دول، فاهم. يعني انا في 2022 كنت بقعد اقول ياه الايام اللي هي 2017 2018 2019، ارجع للفترة دي، تيجي انت تسمع بقى اغاني في 2025 او 2026 تقول انا عايز ارجع للفترة اللي هي ايه 2022 اللي انت كنت بتقول عليها وحشة. فده يدخلنا بقى لحاجة مهمة قوي، انا بقيت احاول اتغلب على الموضوع ده، لان انا الموضوع بيوصل معايا لاكتئاب شوية، مثلا ايه اقول فين ايام زمان، وايه ده، هو السنين اللي جاية كلها هتبقى كلها وحشة من سيء لأسوأ. الحقيقة كل ما بتكبر كل ما بتشيل مسؤوليات اكتر، كل ما بتتعب، كل ما اكتئابك بيزيد اكتر. فانت اعمل بقى حاجه مهمه قوي، عيش اللحظه بلحظتها، يعني عيش اللحظه دي على انها لحظه حلوه وخلاص، مش لازم تكون زيها زي ايام مثلا لما كنت صغير. اهم حاجه ان انت تعيش وخلاص، يعني تعيش اللحظه دي كأن مش جاي زيها تاني خلاص. كل مرحله من مراحل حياتك بيكون فيها الحلو، يعني حتى لو كان فيها حاجات مش حلوه كتير يعني. فكرة يعني بجانب ان انت ممكن تحس ان حياتك بقت اسوأ عشان شايل مسؤولية والكلام ده، بس الفكرة ايه، يعني المسؤولية دي اعتبرها حاجة جديدة في حياتك. يعني انت دلوقتي المفروض يعني مضطر ان انت تشيل مسؤولية، بس يعني بجانب ان انت تشيل المسؤولية ممكن ترفه عن
نفسك. يعني ما تخليش حياتك كلها عبارة عن ايه، اصحى اكل اروح الشغل اروح انام. لا يعني اعمل حاجات جديدة في حياتك. يعني انت مش بتشتغل عشان تجيب فلوس وتحطها وخلاص، لا يعني استغل الفلوس دي ان انت تعمل حاجة جديدة في حياتك. يعني جرب تفتح مشروع، جرب ان انت تسافر، جرب ان انت لو عندك ناس مقربين ليك تنزل تقابلهم تتكلم معاهم. لان زي ما انا قلت ايه، الدماغ والحواس بتاعتنا بتركز على التغيير اكتر من الثبات. يعني لو انت حياتك ثابته هي هتزهق هتمل، لكن لازم يكون في تغيير. خلي باستمرار في حاجات بتتغير. روح مكان فيه حركه، روح اقعد مع ناس يتكلموا عن مواضيع، هتلاقي نفسك وقتها حتى يعني هتقول انا حياتي دلوقتي احسن من الماضي. انا الماضي ده هدفه الاساسي مش ان انت تحن له، لا يعني هدفه الاساسي ان انت تستعين بيه عشان تتعلم من الاخطاء بتاعتك وتصححها. يعني انت دلوقتي قدامك فرصة في الحاضر ان انت تصحح اخطاء الماضي اللي انت عملتها على مدار حياتك، فاستنهز الفرصة دي وصحح الاخطاء. هي فكرة بالنسبة لي، أنا شايف إن الماضي مش بحن له في حاجة. يعني كمان أنا بقول الناس، يعني بنصح دلوقتي الناس تفكر إزاي من ناحية الماضي، فأنا نفسي ما بفكرش في الماضي خالص. يعني شايف إن الماضي كان الواحد فيه أسوأ من دلوقتي. انت في الماضي كنت طولك اقل من دلوقتي. انت في الماضي كان جسمك ما اكتملش نمو زي دلوقتي. انت في الماضي كنتش تعرف حاجات انت عارفها دلوقتي. يعني ما كنتش اتعاملت مع الناس قوي زي ما انت دلوقتي، ما كنتش فهمتهم زي دلوقتي يعني. في الماضي انت غالبا اكيد اتنصب عليك على الاقل مره، لكن انت استغليت ذكائك ان انت تتعلم من التجربه دي عشان ما تحصلش تاني. وتيجي في الحاضر تلاقي حد يتصل بيك عشان ينصب عليك مثلا كمثال، تلاقي نفسك اتعلمت من التجربه بتاعتك وما اتنصبش عليك المره دي. يعني فعلا الماضي هدفه ان انت تتعلم من اخطائك فيه، هو ده الهدف الوحيد بتاعه. يعني انا شايف ان لو فعلا انت بتحن للماضي ورجعت تعيش الماضي تاني، ما اعتقدش ان انت هتفرح زي ما انت متوقع. يعني هتلاقي ان في حاجات كتيرة ناقصاك عن دلوقتي. هو الماضي اصلا فعلا ما بيبقاش كله حلو، يعني بيكون في اجزاء منه برضو مش احسن حاجة، بس احنا اللي بنبقى ناسيين. مخ الانسان برضو بينسى بسرعة يعني. ومتهيألي في الماضي يعني يعني كمان بتختلف من شخص للتاني. في ناس بتلاقي دماغهم بطبعها بتجيب لهم الذكريات الحلوة بس من الماضي. لكن مثلا أنا كمثال، أنا شايف إن دماغي يوم ما بتفتكر الماضي بتفتكر كل الحاجات الوحشة بس، فعشان كده أنا ما بحنش للماضي. فأنا شايف إن فعلا الموضوع بيعتمد على دماغك عاملة إزاي. هل دماغك بتتذكر الحاجات الكويسة بس ولا الحاجات الوحشة بس؟ اللي بيفتكر الماضي في الحاجات الحلوة بس يحاول كمان يفتكر الحاجات الوحشة عشان يتعلم منها، واللي بيفتكر حاجات وحشة بس يفتكر برضو الحاجات الحلوة عشان ما يبقاش دماغه عمالة يحصل له جلد في الذات ويتعب. يعني المفروض يكون في شوية توازن، يعني يكون ده وده مع بعض، مش حلو بس ومش وحش بس. يعني حتى اسم البودكاست ده ذات نفسه اسمه ظبط وكلمني. ليه؟ لأن ده يعني زي إيه، شعار مرحلة أكتر منه اسم. إن إحنا إيه، زمان كنت أي حد مثلا لما تيجي تكلم حد من صحابك وكده وتقول له يلا بينزل، يقول لك يلا تمام. إنما دلوقتي طب خلاص ظبط وكلمني. فهو الاسم ده مش مجرد اسم، يعني مش اسم روش ولا حاجة، بالعكس أنا شايفه اسم بس هو شعار مرحلة أكتر. يعني دي المرحلة اللي إحنا فيها يعني كشابين، يعني في منتصف العشرين. الواحد فعلا حاسس ان هو كبر. ما اعرفش هل كل الناس بتفكر بنفس الطريقة دي اللي هي في سن ال 25 سنة او في العشرينات عموما ويحسوا ان هم كبروا، يعني كأنهم عجزوا كمان. انا حاسس ان كمان الموضوع ده انتشر نتيجة التكنولوجيا. يعني من كتر ما الناس بتقعد على الأجهزة بتاعتها ما بتعملش حاجة في حياتها، ما بينزلوش كتير، ما بيحتكوش، بتحس ان انت بتكبر بسرعة عن الاول. يعني رغم ان هم بيجيبوا لك افلام زمان اللي هو يجيبوا لك اللي عنده 25 سنة ده كان يجيبوا لك فعلا شكله اكبر مننا دلوقتي. يعني الناس دلوقتي شكلها صغر عن الاول، ومع ذلك تلاقي روحهم نفسها وطاقتهم اكبر من شكلهم، من كتر الكسل والتكسيح بتاع التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي. والفكرة ان تيجي تخرج من التكنولوجيا اصلا تبعد عنها، هتلاقي ان الناس كلها بتستخدم تكنولوجيا ما
تلاقيش حد بعيد عن التكنولوجيا، فبتحس ان انت لوحدك لما تبعد عن التكنولوجيا وتحاول تبقى في ارض الواقع. لانك بتلاقي كل الناس قاعدين على التكنولوجيا زي ما هم، فالفكره يعني بتلاقي نفسك يومين كده وتزهق وترجع تاني للتكنولوجيا، لان محدش فضيلك ان هو محدش يعني عمل زيك وساب التكنولوجيا وحاول ان هو يلمس ارض الواقع وكده. هي دي مش حياتي الحمد لله. يعني انا لما بعوز انزل الشارع عادي بنزل يعني ماشي في اطنان من الظبط وكلمني، بس في الاخر برضو بتنزل فاهم، وبيكونوا اصحابك قاعدين معاك، ومحدش يعني قاعد بيفتح بقى الريلز والشورتس والكلام ده. فيعني كويس يعني. هي فكرة ان ده بيحصل عشان احنا اصلا يعني عندنا اصحاب بطبعهم مش مدمنين تكنولوجيا قوي. انا شايف ان الاجيال القديمة حنينهم للماضي ليه تبرير اكتر مننا، ولا لا؟ متهيألي يعني بتلاقي الناس بتوع زمان يحنوا للماضي رغم ان زمان كان في فقر عن دلوقتي. كان في فقر وكان في حروب. اه بالظبط، يعني حتى الناس بتوع زمان يعني حنينهم للماضي مش مبرر. يعني لو انت بتحن لايه، يعني زي ما انت بتقول حروب وفقر والناس كان حالة على قدها على الاخر، وكل واحد عنده 19 عيال يهتم بيهم، كان فعلا يعني وتلاقيهم يحنوا لك لايه مثلا، اللي هو الاغاني، عاداتنا وتقاليدنا زمان، معرفش الشباب اللي كانوا بيقوموا للناس الكبار في المترو. اه زمان زمان كنت الناس كانت تروح المدرسة ماشي مش يركبوا مواصلات الحاجات دي يعني. أنا شايف فعلا إن كل زمن، كل سنة حرفيا، سواء السنة دي في 1900، السنة دي في 2025، أنا شايف إن كل سنة فيها ميزاتها وعيوبها. يعني زي ما هو بيقول لك إن كان في أخلاق زمان، كان برضو كان في عيوب. ومثلا لو إحنا قلنا إن دلوقتي ما بقاش فيه أخلاق، بس في ميزات، يعني في راحة أكتر، مستوى مادي أحسن. انا شايف ان احنا عايشين احسن منهم فعلا. يعني انا عايش احسن من الناس اللي كانوا عايشين من 20 سنة مثلا، ولا 40 سنة. انت سايب بقى النت واثاره السلبية تأثر عليك، دي بقى مشكلتك انت يعني. ابعد بقى عن النت والمحتويات القصيرة اللي بتجيب لك بقى برين روت والكلام ده. وبالذات كمان ان يعني النت ليه ميزات وعيوب. يعني انت المشكله ان ان اللي بينتقد في النت بس ده بيبقاش شايف غير عيوب النت، وتلاقيه هو شخصيا ما بيستخدمش غير عيوب النت. يعني يا سيدي النت فيه ميزات كتيره، ممكن تعمل عليه مشروع، ممكن تفتح عليه قناه، ممكن تتفرج على فيديوهات ثقافيه، تتعلم حاجات جديده، تتعرف على ناس جديده، ويمكن تقابلهم في ارض الواقع. يعني في حاجات كتيرة قوي ممكن تستفاد بيها. بس برضو يعني برضو انا متفق ان في عيوب، بس يعني انت بمنتهى السهولة ابعد عن العيوب دي وركز على الميزات بتاعته. يعني عاملة زي الناس اللي هم اللي يقولوا لك مثلا اغاني زمان كمان فيش احسن منها. طب يا سيدي انت بتقول كده عشان ما سمعتش غير الاغاني الزبالة بتاعت العصر المعاصر بتاعنا دلوقتي. في اغاني زي يعني زمان برضو كان في اغاني وحشة وحلوة، زي دلوقتي برضو في اغاني حلوة ووحشة. يعني انت اللي ما دورتش كويس في الاغاني عشان تلاقي اغاني عادل يعني. هي كانت فعلا احلى. هي كان، بص اقول لك حاجه، كل عصر ليه اغاني بنمط مميز. يعني تلاقي مثلا زمان كان اغاني كلاسيكيه، تلاقي بعدها ظهر الروك والبوب والراب. الحاجات دي كانتش موجوده زمان. جاز. جاز ده ظهر مثلا في الخمسينات او حاجه زي كده. مش متاكد بس زمان يعني. فتلاقي يعني اعتقد كمان ان في فنانين بيفضلوا يغنوا اغاني القديمه لحد دلوقتي. يعني ممكن بيحاولوا ان هم عاجبهم الستايل ده فيغنوا بيه وكده. فالفكره يعني، ولو انت يا سيدي ما لقيتش اغاني في العصر الحالي عجباك، يعني خلاص براحتك اسمع الاغاني بتاعت زمان. بس انا فعلا شايف ان كل زمن فيه، يعني انا كمثال بحب اغاني الثمانينات ماشي. ومع ذلك شايف ان في زمن الثمانينات ده كان في اغاني الثمانينات مش حلوه يعني زي ما كان في اغاني حلوه، كان في برضه كان في اغاني مش حلوه. فده ياكد اللي انا بقوله. يعني انا نفسي بقول كده على الزمن اللي انا بحب اسمع الاغاني بتاعته كده. المهم احنا
رحنا في كذا اتجاه دلوقتي في الحلقة دي، يعني احنا كنا اصلا بنتكلم عن حنين في الماضي، شملنا كذا حاجة، وشايف ان دي حاجة حلوة حقيقة. يعني لو كنا اتكلمنا عن حنين في الماضي كان لوحده بس كان الموضوع يبقى ممل شوية. اه فالمهم يعني انا شايف ان احنا ننهي الحلقة. اه يعني ماشي. المهم عايزكم تعلقوا تقولوا في التعليقات ايه الحاجات اللي وحشاكم من الماضي بتحنوا لها، ايه الحاجات الجديدة اللي في المستقبل الواحد ممكن يجربها. وبس يعني شكرا لكل واحد اتفرج على الحلقة دي، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ونشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.